اليوم تفقدنا مشاريع الطرقات في موزع واتجاه الوازهية ومر المخا، شوارع المخا، وهذا يعني تعطي أمل للناس إنه في متابعة في تقديم خدمات للناس. بينما حوثي حرم الناس من المرتبات، مش إلا يصلح الطرقات، حرم الناس من قوت يومهم. فمن يريد أن يكون مسؤول على الشعب هذا يجب أن يكون خادم للشعب. صحيح. مش إمام عليه، ولا هو في منزل من السماء. يشتي يحكم الشعب هذا يجب أن يعيش، أن يخدمه، أن يقدم الخدمات، يقدم المرتبات، يحكم بالعدل، يساوي بين الناس. نحن نريد أن نعكس صورة طيبة عن مظهر الدولة ورجال الدولة. وأنتم كمقاولين وسلطة محلية مطلوب منكم الاهتمام في متابعة هذه المشاريع واحتياجات المواطنين حسب الإمكانيات المتوفرة. نحن نشكر بالدرجة الأولى الشركة في دولة الإمارات العربية وما يقدموه من دعم في مجال الطرقات والمدارس والمستشفيات. هذا عملت تنمية كبيرة في الساحل، في مديريات الساحل الغربي. طريق استثنائي الذي يشق الآن في موزع اتجاه الوازعية وصولا إلى الكدحة، وإلى طريق كسر الحصار الذي كسر حصار تعز الذي فرضها الحوثي على مدار 9 سنوات على أبناء تعز، على أبناء اليمن كامل، وقاطع الطرقات في اليمن كامل مش إلا في تعز، لكن تعز كانت الأكثر ضررا. بعد أن افتتحنا طريق الكدحة بأيام، هو اضطر إنه يفتح خط الحوضة، لأنه الناس لاموه. مشايخ تعز في المناطق الغير محررة أيضا قالوا الناس فتحوا طريق وأنت مسكر طريق حيوي على 4 مليون نسمة، هذا إجرام. وكنت تدعي أنك تناصر غزة وتناصر فلسطين وأنت تقاطع على أبناء بلدك وأبناء جلدتك. إلى الآن مشروع المياه قاطع عن تعز، ونحن نعمل على إيجاد مشروع بديل إن شاء الله ننجح وننتهي من هذا المشروع. فلذلك أنا أوصيكم أنه العمل يكون خالص لله وللوطن. تكاليف المشروع مدفوعة، نريد الإخلاص. الطريق كيف يكون؟ شوارع المدينة نريد أن تظهر الشوارع مدينة المخا بشكل لائق. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هذا ما حبيت ألتقي بكم وأوصيكم عليه، وأوصي الأخوة المدراء والسلطة المحلية وكذلك رجال الأمن، وأنتم كرجال أعمال ومهندسين أو شركات مقاولات أو الخلية الإنسانية التي تقوم بمجهود وعمل رائع جدا. الإتقان، أوصيكم إيش؟ بالإتقان، وأنتم بتعملوا لله والناس والشعب يراقبكم، مش تنتظرون ما يجي نائب الرئيس أو كذا يعدل. أنت شوف خطأ صلحه. وأنا شفت شيء رائع وعمل وإنجاز طيب خلال 3 أشهر الآن، يعني شيء رائع جدا يسر الصديق ويغيظ إيش؟ العدو. خلال هذا الفترة الآن هذا الإنجاز من الطرقات، والآن ترميم طريق المخا المندب والمرحلة الثانية إلى الخوخة، ومشاريع المدارس اللي افتتحت مؤخرا هذه بدعم من الشركة أيضا في الإمارات. عملت بنية تربوية في مجال التعليم. احنا ندفع الناس والأطفال إلى المدارس، بينما هو يدفع الأطفال إلى الموت وإلى الجبهة. يعني هذا الطفل من حقه ايش؟ انه يتعلم، لكن تنتزع من حضن عائلته في عمر 9 سنوات ولا 10 سنوات و12 سنة، وتشله يقاتل الجبهة مش عارف ايش مصيره. وبعض الأسر تبحث عن أطفالها ما تحصلهاش إلا قدوا عند المشرفين عند المعسكرات التدريب، يقعد يدوروا من 2 3 وانت رحت قررت من داخل المدرسة. فهذه جرائم في حق الشعب يرتكبها الحوثي، تضاف إلى جرائمها الأخرى. نكرر شكرنا لكم على ما شاهدناه اليوم من أعمال، ونحثكم على المزيد من الأعمال، وهناك مزيد من المشاريع إن شاء الله في الطريق. نبشر الأخوة
والمواطنين وأبناء شعبنا أنه في هناك مزيد من المشاريع التي تخدم المواطنين في هذه المنطقة.